هاي نايلة. هلو ستيف. كمان كنت عم تخبريني شغلة انه ما لازم احكي بالسوق عن بلدي. أكيد كل إنسان بحاجة لتطور. تأهيل. مش رح سميها تأهيل، يا بدي أفرح يا بدي ضلني عم سمم جسمي. مهم مزيح عن الخط الصحيح، مهم مزيح عن الحق. معناتها هول الناس مش موجودين إلا من خلال القتل. الشخص بيسمع خبرية هي عذوقه. هوني دقرتي بالوتر الحساس. ميرسي ستيف. ميرسي لك. ميرسي لك. هاي نايلة. هلو ستيف. ليكي هلا أنا انبسطت لما قلتي لي بودكاست، بس إنه شو خطر عبالك؟ اكشلي قطع كذا سنة ودايما اقول بدي اعمل شيء للبنان، خصوصي انه جربت الهجرة وما حبيتها. وهيدا الشيء بيجي من منطلق انه العالم بتفكر انه the grass is always greener at the other side، بس وقت اللي هن بيروحوا على other side ليشوفوا عن جد ويستفيدوا من هالجراس اللي بيكون greener على اساس بيلاقوا انه لا it's not. فدايما نحن محل ما نحن اذا بنشتغل على المطرح اللي نحن فيه بصير هو احسن شيء، وساعتها بصير الجراس جرينر محل ما نحن بدنا اياه يكون جرينر. كتير حبيت شو عم بتقولي. بتعرفي ليه؟ لأنه هيدا بيأكد لي نظرية ال NLP اللي بتقول إنه نحن كيف بنفكر بنشوف 100%. يعني الإنسان ما بيقدر يغير اللي حواليه ولا بيقدر يغير الانفايرمنت تبعه، بده يغير هو كيف شايف. بمجرد ما هو يغير كيف شايف وشو عم يعمل، ساعتها بتتحسن كل شيء بتحسن الأمور حواليه. هيدي نقطة كتير مهمة عنا إياها بالNLP 100%. وهون ذكرتيني كمان بشغلة صارت معي امبارح. كنت عم بحضر فيلم اسمه 1982 عن وقت الاجتياح الإسرائيلي لبيروت. اكشلي أنا ماني حضرته من قبل، وثاقبت إنه عاملين له سكرينينج كان بالجامعة، واتفاجأت بأنه نحن بالرغم من أنه منعيش حياتنا وكل اللي بدنا إياه هو أنه نتطور بحياتنا، إن كنا تلاميذ مدرسة أو تلاميذ جامعة أو إذا عنا شغل، دايما نبقى راكدين ركض بدي أخذ هيدا الكورس، بدي أقرأ هيدا الكتاب، بدي أتطور، بدي انمى. سنمينا بكل شيء اكسبت بلبنانيتنا. اتفاجأت أنه الأشخاص اللي عايشوا الاجتياح الإسرائيلي لبيروت من 43 سنة حكوا ذات الشيء يلي الأشخاص يلي عاشوا العدوان سنة الماضي قالوا. يعني هيدا الشيء بزعل صراحة. كيف فينا نساعد هالأشخاص يغيروا البرسبكتيف تبعيتهم من خلال ال NLP؟ هلا انت ما فيك تغيري حدا اذا هو بده يتغير. أكيد. هذا بالاساس. يعني بالNLP اكيد في كتير تكنيكس، لانه الNLP اساسا بتعتمد على اعاده البرمجه. لان اجمالا العقل الباطن عندنا بيتبرمج من خلال التربيه، من خلال المعشر، من خلال البيئه، من خلال المجتمع، من خلال مطرح ما خلقت، من خلال الدين، من خلال يعني العقل الباطن بيتبرمج. يعني بياخد مثل السفنجه وبيجمع عنده جواته، والردات الفعل بتكون نتيجة شو في جوات العقل الباطن. هلأ شغل ال NLP شو هو؟ شغل ال NLP إنه أنا بعمل فورمات، بنظف من خلال تفكيك معتقدات معين، من خلال أسئلة معينة، خلي العقل يفكر. لأنه مش كل شيء عقلنا مبرمج عليه بيكون صح، لسبب كتير بسيط. لأنه الحقيقة المطلقة منا ملك حدا. ما حدا بيملك الحقيقة المطلقة. الحقيقة كل إنسان عنده جزء منها، بيشوف جزء منها. لأنه الحقيقة هي اعتبريها مثل سفير بالنص، وهال8 مليار بني آدم قاعدين حواليها، كل واحد عم بيشوفها من نقطة، عم بيشوف نقطة منها. ولا يمكن حدا يقدر يمسك الحقيقة كلها. كلنا هال8 مليار بني آدم ماسكين يمكن الحقيقة طرف. كلنا مع بعضنا إذا كلنا اجتمعنا وعملنا يونيتي مع بعضنا. إيه هلأ بلبنان للأسف الشديد كل واحد بفكر حاله هو القصة كلها والحقيقة عنده، وما بيتحمل انه حدا يناقشه بأي فكرة عنده اياها، لانه هو معتبر حاله انه هو بوس زمانه، حتى ما نقول شيء تاني يعني. للأسف الشديد انه وقتا تشوف مثلا 2 أو 3 لبنانية كل واحد من حزب او كل واحد من بيئة سيبوزو، يعني فرضا عم يتناقشوا بالسياسة، بيوصلوا لوقت يمكن يقوصوا بعضهم أو يمكن يقبروا بعضهم، يمكن يضربوا بعضهم، ويمكن صارت ويمكن بعد بتصير. ليه؟ لأنه ما حدا عنده تقبل لفكرة أنه حدا غيره يكون ممكن يكون معه حق. هو معتبر حاله هو الوحيد اللي معه حق. ليه؟ لأنه كمان للأسف الشديد
نسبة الذكاء العاطفي عنا بمجتمعنا متدنية جدا. شو يعني الذكاء العاطفي؟ هلا ما يعتبروا حدا إهانة، لأنه الذكاء العاطفي شيء والذكاء الاي كيو شيء تاني. بس الذكاء العاطفي هو الأساس بالنجاح، الأساس النجاح العلاقات الاجتماعية، أساس النجاح بالحياة، أساس النجاح بعلاقاتك حتى مع إخواتك، مع عائلتك، مع رفقاتك، مع مجتمعك، مع وطنك، مع العالم كله. ليه؟ لأنه الذكاء العاطفي قايم على أسس. هالأسس هيدي هي اجر عندي واجر عند الآخر. يعني أنا بدي أفهم حالي، بدي أطور حالي، بدي أقدر أتحكم بانفعالاتي، بدي أقدر أفهم أنا ليه هاي الانفعالات عندي إياها، بدي يكون في عندي الحوافز الكافية لحتى أنطلق بالحياة. زائد بدي يكون عندي نسبة تعاطف عالية جدا مع الآخر لحتى أفهم هو كيف عم بيفكر، أفهم هو كيف عايش، أقدر الظروف اللي هو مرق فيها. زائد اللي بدي وصلنا للنتيجة الإخرانية اللي هي التواصل الإيجابي مع الآخر والتواصل الفعال مع الآخر. للأسف الشديد عنا بلبنان بمجتمعاتنا إجمالا، للأسف الشرقية كمان، أكيد مش كلها يعني، بس الأغلبية نسبة أو معدل الذكاء العاطفي وسط وأقل من الوسط. كيف فينا نشتغل إنه ننميه؟ كيف فينا نشتغل إنه ننميه؟ والله ليكي بتعرفي هلا من خلال برامج معينة ممكن نعمل برامج مثل هاي اللي عم نعملها أنا وياكي هلا استاف. يعني إذا بتدرج هالشغلة هيدي، أول شيء الناس بيصيروا بيتقبلوا الفكرة أكتر، لأنه مرات ليه ذكاء عاطفي بيطلع فيك هيك. يعني مثلا مرة أنا كنت عم بعمل تريننج، عم بعمل وركشوب عن الذكاء العاطفي، سألت إنه حدا سامع بالذكاء العاطفي، شو الذكاء العاطفي؟ طلع فيه واحد قال لي هيدي للصبايا. قلت له ليه للصبايا؟ بتعرف شو هو الذكاء العاطفي؟ قال لي لا بس بتخيل. قلت له طب استنادا على شو عم بترد؟ صفن. قلت له هلا بدنا نتعرف عليها سوا. لكن ما بيعرفوا شو الذكاء العاطفي. الذكاء العاطفي هو قد ايه الواحد فهمان حاله، قد ايه عنده استعداد يطور حاله، قد ايه فهمان انه هو بمحل معين بحاجه يتطور، وعنده حاجاته بده يحكي عنها، بده يلبيها. لانه اذا ما فهمنا شو هي حاجاتنا بدنا نوقع بمشاكل. هون بما انه عم نحكي عن نفهم ذاتنا، قد ايه نحن قادرين نستفيد من هيدا الشيء؟ بما انه هلا زمن يعني عم نتذكر الحرب الاهليه وكل شيء صار بالحرب الاهليه يلي اكشلي بعد ما تخطيناه يمكن. قد ايه نحن الايموشنال انتليجنس اذا اشتغلنا عليها ممكن تقدر تساعدنا مش ننسى. لانه I think انه كل شيء اذا بدك مقاسة ومعاصي بنقطع فيها لازم نضل نتذكرها لنشوف نحن وين غلطنا، وين أخطأنا، لنقدر نتعلم من أخطائنا كرمال ما نرجع نعيدها بالمستقبل. قد ايه مهم نحن كأفراد نقدر نشتغل على الايموشنال انتليجنس تبعتنا، نقدر كولكتيفلي كلنا ككوميونيتي نقوم من وراء اذا بدك البقايا اللي باقي عنا، الريزيديو تبع الحرب الاهليه اللي بعدنا مشوهت لنا يمكن كتير امور. هي مشوهه كتير امور، اكيد مشوهه كتير امور، مشوهه الحقيقه قبل كل شيء للاسف الشديد. يعني الحقيقه مشوهه. ليه مشوهه؟ لان ما حدا عم يحكي شو صار فعليا. يعني كل واحد بيحكيها من الوجهه اللي بتنفعه او اللي بتخدمه او اللي بتوصله لاهدافه. الكل غلطوا بالحرب الأهلية، ما حدا ما غلط. وهي عطول بقولك كل واحد حمل بارودة وقوص خيه أو مواطن معه بالبلد غلط. كل واحد، ما حدا ما غلط. كل إنسان قتل بالحرب الأهلية غلط. اسمها حرب أهلية هيدي. ما كنت عم حارب عدو، أنا كنت عم بحارب ابن بلدي. هيدي مش مقبولة ولا بقانون ولا بشريعة، مش مقبولة. هي مرفوضة كليا. مش مقبول انه امسك بارودة واقتل ابن بلدي شو ما كان يكون. ما في مبرر. دينه، مذهبه، طائفته. خيي انت ما اخترت طائفتك، ما حدا اختار طائفته اصلا. بأي حق انت بدك تقتل انسان هو اصلا ما اختار طائفته لانه مختلف عنك؟ مين قال لك انك انت صح اصلا؟ انت سألت حالك شي يوم يمكن تكون انت غلط وهو صح؟ ما هو عم بيشوف انت غلط وعم بيشوف هو صح. ما كل واحد منكم عم بيشوف حاله هو الصح والتاني غلط.
وين قدرتكم انه تفكروا يمكن تكونوا انتم غلط ويمكن هديك صح؟ يمكن اثنيناتكم صح، يمكن اثنيناتكم غلط. اذا كنا غلط او كنا صح بنقتل بعضنا، بنضل نقتل بعضنا لحتى ننفي البشرية، طيب ننفي الانسان. في اشخاص بلبنان بعدهم حابين يرجعوا على الحرب الاهليه، بالنسبه لهم يمكن هذا المخرج لا يوصلوا للي هن بدهم اياه. نحن كيف فينا، او شو النصيحه اللي بتعطيها لهيك اشخاص من خلال الايموشنال انتليجنس، من خلال الان ال بي، تا يقدروا شوي هيك ياخذوا ان ريكول، يرجعوا شوي لورا، ياخذوا نفس، يجربوا يغيروا البرسبكتيف تبعيتهم، يمكن منظارهم للامور، تا يقدروا يمكن ياخذوا قرار مغاير. ليكي سؤالك كتير حلو عن جد، حبيته. المشكلة بهول اللي حابين أو بيحبوا إنه ترجع الحرب الأهلية أو بيحبوا ترجع الحرب، أصلا ما عاشوا الحرب، ما بيعرفوا شو هي الحرب، ما بيعرفوا أهوال الحرب اللبنانية، مفكرينها تسلية، مفكرين حالهم إنه هن كانوا قبضايات وقتها، أو اللي عم بيخبرون عن الحرب هو كان قبضاي. لا، مش مزبوط. اللي عم بيخبرون عن الحرب كان مجرم، كلهم كانوا مجرمين اللي عملوا الحرب الأهلية واللي فاتوا بالحرب الأهلية واللي قتلوا بعضهم. ما حدا كان بطل، ما حدا منهم كان بطل. للأسف الشديد في بعض الأحزاب عم بتغذي هالنزعة عند الشباب. أكيد مش كلهم، يعني يمكن البعض يسمع، يمكن البعض يفهم، يمكن البعض يتجاوب، بس ما فيك تتخيل قد ايه المدخكاج، قد ايه الماس هيبنوسيس شو بتعمل. وبعدين ما تنسي شغلة، بعض الأحزاب بتحط لك هالموسيقى الضخمة، الإيبك ميوزك، بتعمل نوع من بتعلي الأدرينالين، بيصير الواحد مخه واقف، بيصير بيستقبل كل المعلومات اللي بيعطوه إياها، بيصير تحت سيطرة هالمعلومة هيدي، لأنه مخه واقف. بعدين خاصة وقت يكون في عندك الماس موجودة وكله عم يعمل الأفوري هيدي، خلص المخ واقف، عم يستقبل. يعني صار في عندك نوع من تنويم مغناطيسي جماعي تحت تأثير موسيقى معينة أو أغاني معينة، أغاني حماسية. كلنا حبينا هالأغاني الحماسية، كلنا كنا نسمع أغاني حماسية بالحرب. أنا من الناس اللي عايشوا الحرب يعني، وكنا نسمع الأغاني ونتحمس ويا لطيف. ويوم من الأيام حملت هالبارودة بدي أروح حارب، وكان عمري مش زغطورة يعني. طلع ما شو بدك مع مين بتحاربي؟ طلعت فيها إنه جنت. فهمت بعدين إنه هيدي حرب عبثية، إنه كنت صغيرة بس فهمت ساعتها. أخذت ركول لأنه كان عندي أم واعية. شو نصيحتك للأهل بهيدا الحالة؟ نصيحتي للأهل إنه الأهل ينتبهوا لأولادهم، ما يفوتون بأحزاب، ما يسمحوا لهم يفوتوا بأحزاب، خاصة الأحزاب اللي شاركت بالحرب اللبنانية. ما بدنا نسمي كل الأحزاب، كتار أحزاب شاركوا بالحرب اللبنانية، ما في حزب مستهدف. الأحزاب اللي شاركت بالحرب اللبنانية واللي بعدهم عايشين نفس العقلية واللي بعدهم مستشرسين على الدم، ممنوع هول الأولاد يفوت عليه. هن الأهل بدهم ينتبهوا. طيب وإذا الأهل هن منهم أبدا واعيين لهيدا الشيء ومصرين إنه أولادهم يمشوا بذات الخط اللي هن مشيوا عليه، خسارة لأنه هون أنا ما في إجي الأهل كمان إجي عربيهم من أول وجديد، لأنه للأسف الشديد كمان هيدا كمان أسف جاي أسف تاني، إنه بعض الأهل، كتار أهل مش بعض، كتار أهل ما عاد فيها الكونكسيون، ما عاد فيها العلاقة مع أولادهم. يعني صار الولد علاقته أكتر مع السوشيال ميديا، مع التليفون، مع الآيباد، مع اللابتوب، مع شيء خارجي. أهله ملهيين بشيء تاني، بشغلهم، يمكن بعلاقاتهم، باجتماعياتهم، بانتخاباتهم، ببلدياتهم، ما بعرف، أو بأمورهم السياسية، ما بعرف. بس ولكن الأولاد والأهل ما عاد عندهم هالعلاقة. يعني شو ما حكي معه الأهل للولد مش رح يرد عليه. هلا هيدي الفكرة رح ارجع لها بعد شوي، بس بما انه نحن eventually ما عنا مهرب من الاشخاص يلي منا واعية على هالامور وما عدا ماشية فيها مثل ايام زمان، شو نصيحتك للانتوراج تبع هالاشخاص؟ يمكن الجيران، يمكن الاصحاب، يمكن اشخاص من خارج هالكونتكست يلي هو يمكن واعي وشايف. كيف فيهم يساعدوا هالاشخاص حتى لو هن يمكن منهم رايدين لانه منهم شايفين؟ شو فينا كيف فيهم يساعدون؟ رح اقول لك كيف يساعدون. بيعملوا نشاطات رياضيه، نشاطات اجتماعيه، بيعزمونا عليها، بيعزمونا على حفلات حلوه، يعني حفلات فيها نتيجة حلوة، نتيجة إيجابية يمكن للضيعة. يعملوا مشروع للمدينة، للحي اللي هن فيه، يعني مشروع مثلا أسبوع النظافة، أسبوع
اسبوع مثلا ريسيكلاج، او مثلا يعملوا مثل دورات تثقيفيه. يعني تكنيكلي المخرج الوحيد هي انه الشخص يهتم بتطوير ذاته. بالضبط. بس يهتم بتطوير ذاته ممكن ساعتها بالضبط اكيد ساعتها بده يتطور عقله ويصير عنده نوع من اسئله وسلف لاجوبه غير اللي عطوه اياها. اوكي، حلو هيدي الطريقة. يعني نحن ككوميونيتي لازم مش نتكل انه هيدا من غير طائفة او هيدا غير خط سياسي شو بدي فيه، لازم انا اقرب صوبه واعزمه على المشاريع التنمية 100%. كلنا عنا مشاريع التنمية يلي كلنا عنا مسؤولية، كلنا مسؤولين. That's nice. اوكي، عندي سؤال تاني لإلك. قد ايه هيدا الشيء مهم انه كل فرد يقوم فيه ليطور علاقته بالمجتمع بالرغم من او بظل غياب السيرفيسز يلي يمكن بلدان تانية عندها اياها واصلت لها من الدولة ونحن منا واصلت لنا من الدولة؟ سؤال صعب. سؤال كتير صعب. ليش سؤال صعب؟ لأنه لحتى تعملي هيك مشاريع بده يكون في تمويل. يعني مش كل الناس قدرت تحط من جيبتها، خاصة بظل هالظروف الاقتصادية الثقيلة، مطرح ما أنه المصارف سرقت من مصريات العالم على عينك يا تاجر وما حدا عم يطالب فيها. بقى يمكن من 5 سنين كانت أهين، كنا نحط من جيبنا، كلنا كنا نحط من جيبتنا. أنا من الناس اللي كنت تحط من جيبتي كرمال أعمل إيفنت أو كرمال أعمل وركشوب، ما عندي مشكلة. هلأ الواحد صار بيحسب لقدام إنه قديه أنا قادر حط من جيبتي. يعني هون صار السؤال كمان على الأشخاص يلي مرتاحين نسبيا بالبلد، يلي هن يمكن فات عم بيكونوا وزراء، رؤساء وزراء، يمكن نواب، مع انه ما بدنا نحكي سياسة، بس انه ما هن يعني كمان لازم يكونوا جربت ما اضحك. جربت ما اضحك وقت قلتي لي وزراء، بس ما قدرت. ولا يعني حدا منهم في هن عم يستفيدوا على ظهر البلد. ايه يعني تنفترض بس ما حدا فاد البلد. فور شور ما حدا. بس ما هي يعني انت وصلت. هلا في ناس جربوا، حرام، في ناس جربوا حتى ما نظلم حدا. في ناس جربوا فركشون 100%، وفي ناس بعدهم عم بيجربوا يحكوا بالاموال، لانه انت قلت ما حدا عم بيسال عن اموالنا. لا، في ناس عم يسالوا عن فركشون. ايه يعني عم يوصلوا، يعني ممنوع الانسان، ممنوع اللبناني ترجع له مصرياته. ليه حي؟ ليه خيي؟ ليه سؤال كتير سئيل. يعني هون صعب. عم نتخطى I think وعم نوصل على الأجندة يلي منفرض علينا من برا على لبنان. and I think هيدي part منا. لو مضعاف ومستسلمين ما كان انفرض علينا شيء. 100%. لو ما استسلموا وضعفوا ما كان انفرض علينا شيء. ما حدا بيفرض عليك إذا كنت قوية وإذا كنت فارضة قوتك 100% للأسف الشديد. فلنرجع على فكرتنا الأساسية إنه وقت اللي شخص عم يعمل وزير المفروض بالآيديل إنه يكون جاي ليساعد، مش ناطر الدولة يلي بدها مين يساعدها هي تقوم بكل شيء. طب ما أنت سوري يعني وقت اللي يطلع ما رح سمي، بس إنه وقت اللي يطلع بالفوربس ليست وعنده مليارات الدولارات، طب إنه أنا عرفت مين. اكيد I think الكل عارف مين، بس انه $1,000,000 يعني مثل يمكن الفراطه عنا نحن بالبورتمونيه تبعيتنا، يعني مثل $20 يمكن، او حتى مثل $5 معنا بالنسبه له. طب $1,000,000 مش ضروري يعمل لمنطقته، يعمل لمنطقته، لانه مفهوم الوزاره عنا غير المفهوم الاساسي. شو يعني وزير؟ شو يعني نايب؟ شو يعني نايب؟ مين نايب؟ نايب عن الشعب. نايب عن الشعب يعني الشعب هو مسؤول عنه، يعني هو رئيسه، يعني أنا كشعب رئيسته لهيدا هو نايب عني، يعني أنا بعطيه الأوامر وهو بيشتغل فيها. يعني منرجع مش هو بده يمشي بموكب يوقف لي طريقي يكون رايح على شغلي، أنا بدي أتأخر على شغلي لأن حضرة جنابه ومستعجل على شيء بلا طعمة، أوكي، وعم يقبض مصرياته مني أصلا لأنه مش عم يخدمني. هو بده ياني انتخبه لحتى أخدمه، هو شغلته يخدمني غصبا عنه، هو شغلته اجا يخدمني. نحن كيف فينا نوصل لهون؟ كيف فينا نوعي الشعب على انه يعرف انه لا، مش انت بتنطره يدفع لك $5 لتنتخبه، الشعب انت بدك تقول له شو يعمل. للاسف الشديد لانه الشعب تعود على التزلم عم بيصير فينا هيك. شو فينا نعمل؟ وين الحل؟ الحل
هلا مش رح اقول لك الحل انا اللي بيجي مرات ببالي، ممكن ما بعرف، مأذي شكله. بخوف. قولي نحن بنحب هيك اشياء. الحل ان هلا رح اقول لك شو، انا لو بيطلع بايدي مثلا رح اقول لك شو الحل اللي بيطلع براسي مرات. اجمع كل هالشعب بمحل غصبا عنهم، مثل الحبس، حطهم كل يوم اعطيهم درس بالمواطنه، درس بالاخلاق، درس باحترام الاخر، درس بالمسؤوليه، درس بالحريه المضبوطه، مش الفوضى هي اللي مفكرين لي اياها حريه، درس بتقدير الذات. مش انه اذا الواحد حكاني كلمه قوم اوصه لانه اعتبرت انه هين خيي، ما حدا بيهينك اذا انت اساسا محترم حالك. الانسان ما بيقلل من قيمتك اذا انت عامل قيمه لحالك اصلا. 100% كلمه يعني اذا اجى واحد سبني انا ما بينقص مني شيء، هو اللي نقص منه. هون بما انه نحن بدي اعتبر انه في اجيال يمكن ما بقى فينا نساعدها بهذه الطريقه لانه اتس a little bit صعبه. ايه صعبه بس هذا الشيء فينا نعمله بالاجيال الصاعده، فينا نعمله بالمدارس. هلا هيدي كنت بدي احكيكي فيها وانت فتحتي لي الموضوع. هلا عنا ما بعرف اذا عرفتي نحن صار عندنا نقابه مستشارين مدربي تطوير الذات. امبارح كان عندنا اجتماع باي ذا واي، كان عندنا انتخاب اللجان وهيك، وبحيي النقيب يعطيك العافيه. عندنا مشروع تربوي اللي هو انه نصير نفوت على المدارس لتوعيه الاجيال الجديده على هالمواضيع هيدي. فهذا اللي عم نشتغل عليه. هلا نحن كنا مبلشين هذا المشروع السنه الماضيه، كنا حاكيين فيه بتموز والحرب اجت بايلول، دونك كله وقف. تطوير الذات من اي ناحيه؟ من الناحيه الايموشنال انتليجنس، فهم الذات، فهم الحاجات، التعبير. يعني مثلا رح بعطيك اكزامبل، انت بتكون عندك حاجه معينه ما تلبت، ضايقتك، بتلتقي انت وحدا يمكن لك زمان ما شايفتيه بيحكيك كلمه بتعصبي عليه، بس هو ما خصه. انت ديجا في شيء ناقصك، طلعت فشت الخلق فيه. هيدي نحن هون ما حدا بينتبه لحاجاته، ما حدا بيقدر يعبر عن حاجاته. يعني خاصه لانه بيتعودوا مثلا الصبي ممنوع يحكي، ممنوع يبكي، والمرأة عيب انه تحكي، لانه ما بعرف ليش. يعني ما في شيء اسمه عيب اذا بدي احكي عن شغله، اذا انا بحاجه لاهتمام او بحاجه لرياحه او بحاجه لهونئه او بحاجه لحب او بحاجه لاكل، او هيدي حاجات طبيعيه الانسان هيدي الحاجات الاساسيه اللي الانسان بحاجه لها مين ما كان يكون. واي انسان بيقول ما عنده اياها بيكون مش انسان، لان كل انسان عنده اياها، كل انسان طبيعي عنده اياها. هلا للاسف انه هون بعض المجتمعات، اكيد بعض الاماكن الصبي بيقول لك ممنوع يبكي، ممنوع يقول انه خايف. لا، بيخاف الصبي وبيبكي الصبي وبيحس الصبي. نحن ما بدنا نربي صخور، ما بدنا نربي وحوش، بدنا نربي بني ادمين. فعدم التعبير عن الحاجات وعدم فهم الحاجات من الاهل للولد من هو صغير، بيطلع عندي اجيال كبيره ما بتعرف تعبر عن حاجاتها، بتعمل كلاشز، بتعمل مشاكل. بيصير مين بياخدون؟ الأحزاب أو التجمعات البلطعمة أو المخدرات أو العصابات أو المافيات. ليه بياخدون؟ لأنه بيشوفوه بحاجة لحب ولاهتمام، بيحضنوه. هو بيحس بالأمان معهم. أكيد رح يحس بالأمان لأنه عطوه كل شيء بده إياه. يا حبيبي ويا عيوني ويا قلبي وتعب، بيعمل له عبوطة الزعيم البطل ايه رئيس الحزب بيتصوروا وياه، انت ابني، انت بكيف بيوصل بحس حاله ملك زمانه. خيي مش مزبوط، هيدا عواطف مزيفة. الحق عمين بالأساس هالإنسان اللي هو عم يربى ما أخذ الاهتمام الكافي، ما أخذ الحب الكافي، ما أخذ الرعاية الكافية، ما حس بالأمان مع أهله. يمكن شاف أهله عم يتخانقوا أو طلقوا أو تركوا بعضهم أو بيهم صاحب وأمهم صاحبة، ما حس بالأمان. طب هذا شو بيصير فيه هيدا؟ فهون كمان بنوصل للفايلنت كوميونيكيشن يلي بتكون نتيجة الشخص يلي مش فاهم ذاته وحاجاته، يلي ما عنده ايموشنال انتليجنس. صح. شيء الفايلنت كوميونيكيشن هي اللي قايمة على الاتهام، وهذا الشيء اللي نحن بنلاحظه بعلاقاتنا أكتر شيء للأسف الشديد. نحن كيف منعالجها بالنون فايلنت كوميونيكيشن يلي قايمه مش على الاتهام الاخر، اللي قايمه عن التعبير عن المشاعر وعن الحاجات وعن طلب من الاخر شيء لحتى اوصل انا وياه لمحل تكون اثنيناتنا ربحانين، وين وين سيتويشن. رح بعطي اكزامبل.
انت اختي عايشين انا وياك بنفس البيت، سيبوزون يعني هلا انت مثل اختي، بس بحبك مثل اختي، وفرضا عايشين بنفس البيت، وانا جيت على البيت لقيت انه مكركبتي للاوضه. اوكي، في عندي طريقتين لا احكي فيها، او فوت انت وحده بلا ترتيب، انت وحده ما بتفهمي، انت شو عم بعمل هون، عم بتهم، انت وحده ما بتحترمي، انت وحده ما بعرف شو، انت بلا ادب، انت حيوانه، انت هي بيستعملوها بين بعضهم احيانا الاخوه يعني للاسف. طيب انا في عبر بطريقه تانية، انا بحاجه انه اجي لاقي اوضتي مرتبه، عبرت عن حاجتي من دون ما هين، من دون ما اتهم. هلا هون بتلاقي حتى بين الاصحاب دغري ببلشوا بالاتهام. شو يعني اتهام؟ يعني انا زتيت كل شيء عليه هو وما في عندي شيء انا اقوله، بس فشيت خلقي اني هيك قهرته. طب انا شو انبسطت اذا قهرته؟ انا شو ارتحت؟ شو اللي تغير عندي؟ انبسطت يعني هيدي الفانجانس، يعني الانتقام، هذا الشعور اللي مش حلو، زيادة. الشعور السلبي، الانتقام اصلا الانتقام هو شعور سلبي. ايه. منه شيء حلو، منه شيء حلو. يعني حتى هلا كل شيء عم بيصير حوالينا بتمنى نوصل لوقت، هلا اكيد كله مرفوض، هيدا الاجرام مرفوض، بس مش لدرجه يقول انه ان شاء الله بيحترقوا، لا ما بوصل لهون. ان شاء الله يفهموا انه هيدا شيء غلط ويوقفوا، هيك بقول هيدا الصح. ان شاء الله يعرفوا يصيروا يفكروا عن جد انه هول اللي عم بيقتلون هول بشر مثلهم، ويوقفوا هالشيء ويعتذروا ويرجعوا يصلحوا. أنا هيك بكون ربحت أكتر. هيدي كمان فينا نقولها عن الحرب الأهلية، مزبوط؟ 100%. لازم الأشخاص يلي شاركوا فيها كمان يقوموا بالاشياء يلي هي ضروريه كرمال نساعد الاخر يتخطى يلي صار 100% ويقدر يشتغل يعني على تطوير الذات. بزعل عن جد لما بعد 50 سنه بعدني بسمع انه في ناس بيحرضوا على ناس. شي بزعل، بزعل، وهن ناس هن نفسهم الناس، يعني مش انه حدا اجا جديد او من جيل جديد، نو، ناس شاركوا بالحرب الاهليه بعدهم بيحرضوا. معناتها هول الناس عم يتغذوا على الدم، معناتها هول الناس مش موجودين الا من خلال القتل، وهذا مش مقبول. هول الناس اللي لاحقينهم لازم يقفوا بقى، لازم يتركون ويمشوا، لانه اخدينهم على الخراب، على الدمار، على القتل. وهون كمان انت جبت سيره العداله يلي العداله الانتقاليه، مزبوط، هيدي كنا عم نحكي فيها. ايه اشرحي لنا شوي عنها. هي وقفت الحرب وما صار في شيء اسمه عداله انتقاليه، يعني الشعب ما تصالح مع بعضه، واللي عملوا الحرب ما اعتذروا من حدا وما صلحوا اغلاطهم. مش انه اجى اعتذر انه سوري انا عملت حرب، لا حبيبي، هيدي سوري ما صرفها عندك، ما بتنصرف. بدك ترجع تصلح كل شيء دمرته. كل واحد قتلته تروح عند اهله تعتذر منهم، تبوس اجريهم، تخدمهم لانه هو اللي خسروا الشخص اللي كان بده يعينهم باخرتهم. ضلك تصرف عليهم لحد ما يموتوا، مش انه سامحوني سوري وروح كفي حياتي وكفي تحريضي وكفي الشغل الاجرام اللي عم بعمله. لا، مش مقبول، مش مقبول. ذكرتيني بكمان بوب فرانسيس may his soul rest in peace، الله يرحمه. كمان عمل ذات الشيء مع الابوريجينالز بكندا، لانه وقت راحوا المسيحيه من يوروب قد ايه عملوا فيهم، وبعدهم لهلا بلاقوا المجازر الجماعيه والمدافن الجماعيه كلهم اولاد صغار، لانه كانوا بدهم انه يفرضوا هيدا الدين عليهم. مزبوط. كمان هو راح بنفسه واعتذر منهم وبس لهم اجريهم. واو، هاي بوب فرانسيس يعني حالة استثنائية. وبوب جون بول دو كمان أنا عن جد يعني كمان قديس. شوفي اللي صار، التاريخ مليان مجازر، التاريخ مليان مجازر. يعني إذا بدنا نحكي عن المجازر اللي صارت بقارة أمريكا، إن كان من كريستوفر كولومبوس اللي عاملينه بطل، واللي هو كان عمل مجازر كبيرة بالأمريكا الجنوبية، وحرام الشعب كان مسالم. هو الشعب الأمريكي الجنوبي كان جدا مسالم، واستقبلون وعملوه وقدسون، وهن صاروا يقتلون ويسرقوا لهم ذهبهم شيء مش حلو، شيء مش حلو. وهيدا لازم ينحكى فيها باي ذا واي، لأنه ما فينا نعمل مجرمين أبطال. ما هو وقت أنت تعملي هيدا المجرم تحوليه لبطل وتقدسيه، مش حلو. يعني نزعتي فكرة البطل،
المجرم مش بطل، اللي بيقتل منه بطل. بالتاريخ في كتير مجرمين معمولين أبطال وصايرين ايدولز عند الجيل الجديد او عند المراهقين بدهم يعملوا مثله. مش مزبوط، هذا مجرم، هذا مجرم. قديه باعتقادك ممكن الزعماء يلي كانوا هن عم يعطوا القرارات بالحرب الأهلية قادرين يوصلوا لهيدا الشيء، وإذا هن ما وصلوا ما بعرف قديه الشعب قادر يعمل بغياب هيدا الشيء من قبل؟ ما بعرف قديه لحتى بعدهم لهقدم ثابتين بمواقفهم مش حلوة. ما بعرف قد ايه عندهم تقبل لهالموقف هيدا، او لانه يتنازلوا عن عرشهم اللي مبني على جماجم. ما بعرف. معقولة الشعب اللي لحقهم بعده لحقهم. ما فيك تقنعي حدا لاحق حدا بهالطريقة هيدي اللي منوم فيها مغناطيسيا. ما فيك تقنعيه بسهولة انه هيدا اللي انت لاحقه زلمة مجرم بعاديكي. معقولة إذا طلعنا على السؤال من ناحية إنه كيف أنا بقدر أكون مواطن صالح، معقولة نقدر نخرق طريقة التفكير تبع هالشخص بهالطريقة؟ بدنا مساعدة الوسائل الإعلامية للأسف الشديد ما عم بتساعد. يعني عم بتساعد أكتر على تدمير الوطن، على تشويه صورة الوطن، على زرع التشاؤم، على زرع السلبية، لأنه من خلال الاشياء اللي عم بيبثوها على قنواتهم عم بيزرعوا أكتر جو سلبي. حتى البرامج منا هادفة، برامج سخيفة ما عندها هدف. وهون قبل شوي كنت عم خبرك عن فرنسا كإكزامبل، انه بفرنسا الاخبار ما بيحكوا شيء عن الاشياء البشعه يلي صايره، بيعطوها انجا، يعني بيحكوا عنها 15 seconds 30 seconds انه صار فيضان هون، بتبقى بقلب فرنسا انه صار فيضان، هيدا اللي عينينا منه، وبينتقلوا على cultural event صاير بغير منطقه. هيدا حكي حلو 100%. نحن هون العكس، ونحن كمان نحن هون للاسف العكس. ونحن بنقول انه نحن بدنا نتمثل بالغرب، ليكوا الحضاره بدنا نتمثل فيهم. هن بعدهم بيعملوا برامج بتوعي وبتسقف، ونحن صرنا بالنكت البايخة والانحطاط الأخلاقي. البرامج اللي بتشجع على البولينج، البرامج اللي بتشجع على التمسخر، البرامج اللي بتشجع على انه انا مش متعلم بس انا بوس انا. لا خيي، مش مزبوط. طيب اذا انا بدي تنفترض اعمل تشيك ليست للشخص اللي مفروض يكون اسمه مواطن صالح، اوكي، شو هي هيدي التشيك ليست؟ فينا نبلش من شغله كتير بسيطه، انه ما نزلت كلينكس من السياره، ما زدت سيجاره من السياره. هيدي شغله كتير بسيطه. ما زدت الكيس زباله من شباك المطبخ. شوف قديه بسيطه. ما اقطع اشاره حمراء، ما اقطع مثلا. رح بعطيك اكزامبل. انا كنت اليوم نازله من جاي من البقاع على ظهر البيدر، في حاجز كان، وبتعرفي بيوقف السير، بيصير خط او بيصير خطين، طريق ضيقه، حاجز النمليه تحديدا، طريق ضيقه ما طريق واسع. في ناس بيعتبروا انه هن عندهم افضليه مرور وشغلهم اهم من العالم كله، وقالهم لازم يمرقوا، لازم يسكروا السير على اللي جاي بالوجه، بس انه بدهم يقطعوا. ليه بدهم يقطعوا؟ ما بفهم شو الكاركتير هيدا، او مش او نقص بالكاركتير اللي بيخلي الواحد انه يخالف شيء انساني اللي هو حق الاخر انه يقطع. ليه؟ انت منك اهم منه. هيدا شيء بسيط. تصوري قديه شغله بسيطه انه انا احترم حق الاخر انه يقطع. انا مثله مواطن مثله، اني حتى اكون انا مواطن صالح او ما بدي احترم ذاتي، يعني لحتى اقدر احترم غيري. يعني كمان هون بنوصل على فكره انه القانون يلي نحن ما بنمشي عليه الا اذا في حدا دركه واقف على مخبى يعمل بيوجع. شيء بيوجع، يعني اذا ما في واوا ما بسمع الكلمه. تكنيكلي كمان الواحد يكون مواطن صالح انه يعرف يمشي على القانون حتى لو ما في بونيسيون جايه. هي اسمها مسؤوليه. اوكي. واللي للاسف مفقوده لانه ما عم يتربوا عليها الاولاد. التشيك ليست اللي الانسان كل فرد فيه يتبعها ليشوف اذا هو مواطن صالح ولا لا، بتوقف على انه يكون مهتم بنظافه بلده مثل ما بيهتم بنظافه بيته. صح. يعني انا وقت اللي يكون يمكن على البلكون ما بزت السيجاره على البلكون لانه انا قاعده فيه، طب ما انا كمان قاعده بالوطن،
بهيدا بلدي بدي احافظ على نظافته. احترام القوانين حتى لو ما في دركه مخبى ليعمل لي زبط. هيدا كمان بنم من احترام الذات صح. والاحترام الآخر 100%. وهو المسؤولية كتير مهمة. التربية على المسؤولية مهمة. شو يعني المسؤولية؟ يكون الإنسان مسؤول عن أفعاله، يعني يسأل ويرد، يكون عنده قدرة يقول ليش عمل هيك. أوكي، بده يتحمل مسؤولية أعماله. المشكلة عنا أنه الانتماء مش عم بيكون للوطن، الانتماء عم بيكون يا للحزب، يا للقبيلة، يا للعشيرة، يا للضيعة، يا للمذهب، يا للدين، يا للطائفة، يا لعصابة. الانتماء في شيء اسمه كتير، في شيء اسمه انتماء. يعني أنا عشت بهالوطن، عم باخد من خيرات هالوطن. إذا ما عندي انتماء لإله بكون أنا ناكرة الجميل. طيب هالوطن شو بده يحمل ليحمل؟ وهون كتير مهم كمان كنت عم تخبرينا شغلة انه ما لازم احكي بالسوق عن بلدي. أكيد. يعني نحن للأسف في ناس مرات بسمعون بيحكوا عن لبنان بطريقة شو هالوطن. حبيبي لا، ما تحكي عن لبنان، احكي عن السلطة، عن الحكومة، عن المسؤولين، هول اللي عاطلين ايه، عن الدولة العميقة ايه، هول عاطلين مزبوط عم يخربوا البلد ايه. بس لبنان حرام، لبنان وطنك يا عمي، حرام والله حرام. انا بشفق على لبنان قد ما عم بيصير فيه. ما نحن الشعب، نحن الدولة. اذا انا ما عندي انتماء لذاتي ولا جذوري ولا تاريخي، شو بده يكون عندي انتماء؟ للأسف هلأ بعرف أنه يمكن سي نورمال أنه ننطر السلطة هي اللي تخدمنا لأنه نحن اللي وصلناها. بس وقت اللي تكون السلطة متجذرة، السلطة الفاسدة، لأنه مش كل السلطات فاسدين، صح. وقت تكون السلطة الفاسدة متجذرة وما قادرة أنا أخلص منها، طب أنا كمان ما في أقعد وبس أحكي ونق. بالزبط. أنا بدي يكون عندي مبادرات فردية. يا سلام، هيدا الكلام الصحيح. وقت أقعد أنا نق وانتقد فقط لا غير من دون ما أعمل شيء، معناته بكون عم بساعد أكتر بدمار الوطن 100%. بكل بساطة. وما بعرف إذا كنا عم نحكيها قبل بوقت، إنه بدل ما أقعد التهي بالنق وبالانتقاد، أعمل شغلي صح، أعمل شغلي صح. كل إنسان يعمل شغله صح، الأستاذ يعمل شغله صح، بدل ما يروح ينق على تلاميذه ويطلع فشت الخلق فيهم، يطور حاله، يطور أساليبه بالتواصل، يطور أساليبه بالتعليم. كل إنسان بحاجة لتطور. يعني مثلا بعطيك إكزامبل عن وحدة تعتبر إنه هي ما في حدا أحسن منها ومش بحاجة حدا يطورها. أسلوبها بعده كأنه أسلوب العصر الحجري مع التلميذ، البهدلة، طريقة الحكي، قلة الاحترام، الكلام البذيء. هذا مش مقبول. هون بنرجع على اللوب الايموشنال انتليجنس والفايلنت كوميونيكيشن. اكزاكتلي. يعني هون القصة بدها ترجع من الأساس. يعني بدي ارجع انا اعمل مثل إعادة تلميع، إعادة تأهيل، مش رح سميها تأهيل، تجميل الصورة الحلوة اللي كانت واللي صار في عليها تراكمات، نرجع نجملها. لقلك ليش ما بستعمل إعادة تأهيل؟ لأنه أنا بحبها بس هيك. هلأ هي حلوة لأنه بتصيب على القد. هي حلوة بس مرات هيك شوي ثقيلة، شوي ثقيلة. ايه بس إنه إيه هلا نحن بحاجة لها. يعني بحاجة مثل الفيزيوثيرابي بإعادة تأهيل. يعني مثل الفيزيوثيرابي، العضو اللي عنا تعرض لحادث بدنا نرجع نأهله، بحاجة للتمرين. نحن بحاجة نرجع نتمرن نكون مواطنين صالحين من خلال يمكن تجمعات مع بعضنا، نجمع بعضنا، نرجع نتعلم شو هو حب الوطن، شو هو المواطن الصالح اللي حلو ينظف بلد، حلو يكون نظيف. يعني نحن وصغار بتذكر وقتا كنا قاعدين بالحي، كنا قاعدين بأبلح بحي كتير حلو. فالمهم كنا كل فترة والتاني نعمل أسبوع نظافة، نطلع بالمقشات وبالمكانس وبالهول، نصير ننظف الحي، نشيل التراب، نشيل هول الشربين. هيدول مفروض الأشخاص يلي مننتبه لهم أنه عم بزتوا يمكن الفلتر تبع السيجارة أو الكلينكس أو الفول من نلحقه. هو اللي بده يقوم ينظف. يعني هيدا مثل برا بيعملوا له كوميونيتي سيرفيس. بالضبط 100%.
مثل ما العدالة الانتقالية هو اللي تسبب بالحرب واللي عمل هيدا بده هو يرجع يزبط كل شيء، نفس الشيء اللي بده يوسخ وبده ينظف. هيدي المسؤولية بتعلمها الولد وهو صغير. كيف؟ مثلا بعطيك اكزامبل كتير حلو، هي من بعطيها أنا على طول بالتربية اللعن فيها. بيكونوا قاعدين عم يتروقوا مثلا الصبي أو البنت الصغار، يمكن عمره 5 أو 6 سنين، صغطورين يعني ممكن يعملوا أي شيء غلط مثل أي إنسان طبيعي ممكن يغلط، الكبير والصغير. بكب كاسة الشاي، شو بتعمل الأم؟ تعيط عليه وبتصفقه بقفا ايدها، ما انت بتفهم انت بلا فاهم انت بلا نظر بلا تا 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 تا، روح ام قالك ترويقه قصصته. هيدي تربيه عنفيه، هي ما اسمها تربيه اصلا، هيدي اسمها عنف بالتعامل. التربيه المزبوطه كيف؟ اوكي وقع كبايه الشاي، اهم شيء تنتبه انه ما يجرح حاله او يحرق حاله قبل اي شيء تاني، ما وقع عليه الشاي واحترق. تاني شغله بتقوم هي بتشيل الازاز، هي بتشيل الازاز بتاعتي شقفه ليمسح الشاي، بعده صغير هو، بتقعد حده بتعلمه كيف يمسح، بتكون بعد ما هي شالت الازاز لحتى ما يجرح حاله. هالقد بسيطه. هلا هو اثبت للولد نحط له ببلاستيك مش بازاز لحتى يقدر ينظف اذا وقع. هيدي وقت انا علمه ينظف الشيء اللي هو وقعه، شو بكون عم بعمل؟ اول شيء بكون فهمته انه الغلط منصلحه، بكون ربيته على المسؤوليه. بس لما قاصصه اساس مش متناسب مع حجم الخطأ اللي صار واللي هو أي إنسان فيه يخطأ يعمله، بربي عنده أول شيء خوف، قلق، عدم أمان، عدم ثقة بحاله، عدم إحساس بالمسؤولية، لأنه أصلا هي نظفت، هو راح تقاصص، وإحساس بالظلم. يعني بتربى عنده شعور الضحية من هو صغير، شوي ورا شوي ورا شوي. وتخيل أنه قد ما العقل الباطن عنا بيحفظ، أي موقف بيوقع فيه بيرجع بيسترد نفس الأحاسيس اللي حسها هو وصغير ومش عارف، وما بيقدر يخلص من هالردة الفعل هيدي إلا ما نعمل له اكزرسيس، لأن احنا نسميها التايم لاين هيدي بالNLP، منخلصه من هالردات الفعل السلبية. شعبنا 3/4 واقع هون 100%، لأنه ما عنا شيء اسمه تربية حقيقية بلبنان. رح بحكي بس عن لبنان، يعني مش رح بدأ غير دول لأن ما بيعنيني الموضوع أصلا، ما إلي حق. بلبنان للأسف الشديد دارجة تربية التنشئة العنفية، لأن احنا معتمدين شغلة إنه التربية هي فقط العنفية. وقت أنا أتعامل بالعنف ما بكون عم ربي، بكون عم كبر بس ما بكون عم ربي. فهيدي هي. فبيطلع الواحد بيفكر إنه إذا تزعرن، لأنه هو تعلم إنه هيدي القوة الصلبطة العنف، إذا تزعرن يعني أنا قوي، أنا أزعر يعني أنا قوي. مش مزبوط، أنا أزعر يعني أنا عنيف. القوة هي عكس العنف. العنف هو ضعف، العنف هو استعمال طريقة الفرض على الآخر ليعمل شيء أنا بدي إياه، لأنه أنا مش قادر أحصل على الشيء اللي بدي إياه إلا ما مارس هالطريقة هيدي الإجبار. بينما الإنسان القوي هو لا، اللي بيطلب الشغلة بكل ثقة وعارف إنه حيقدر يعملها. هيدي القوة الحقيقية من دون ما يستعمل العنف. يعني القوة هي عكس العنف. لكن ليلى بيز على كل شيء حكيتيه، الأهل لازم يكونوا واعيين على فكرة إنه أولادهم eventually بس يكبروا رح يعملوا mirroring لتصرفاتهم معهم، صح، هن وقت اللي كانوا هن صغار، صح. وهيدا شيء كتير مهم إذا نحنا حابين إنه نبني وطن وشعب عنده emotional intelligence ويكون بيستخدم non-violent communication. بدي أرجع أطلب منك نصيحة للأهل بهذه الحالة. هلا اهم نصيحه بقدر اعطيها للاهل هي انه اولادهم بيقلدوا. الولد بيقلد، الولد ما بيتعلم. الولد هو مجرد حدا بيجي على الحياه ما بيعرف شيء، بيتعلم من خلال تصرفات اهله، شو بيشوفهم عم يعملوا بيعمل. حتى لو بقوا يقولوا له ما بيسوى تكذب وهنا عم بيكذبوا قدامه بده يكذب، ما لازم تسرق وبيسرق قدامه بده يسرق، بدك تحترم خصوصية الآخر وهن بيتعدوا له على خصوصيته بده يتعدى على الخصوصية. يعني الولد بيقلد شو بيشوف أهله عم يعملوا بيعمل، لأنه بيعتبر أنه أهله هن المثل والقدوة يلي بده يقتدي فيهم. فبالتالي
اهم شغله الاهل بدهم يعملوها انه ينتبهوا على تصرفاتهم قدام اولادهم، شو بيحكوا، شو بيقولوا، شو بيتصرفوا، شو بيحكوا، شو حتى القلقله اللي بتصير قدام الولد بياخدها الولد بيصير بيعملها شغلته العاديه، انه القلق اللي شغله طبيعيه، احكي على فلان وفليتين، واللي هي صايره دارجه كمان دوماج يعني. هلا الذكاء العاطفي كيف بنبنيه؟ من خلال الاهل دورهم انه يسمحوا لابنهم يعبر عن مشاعره، ابنهم او بنتهم اكيد، يعني مش عم نحكي بس عن الابن، يسمحوا لاولادهم يعبروا شو عايزين، شو حاجاتهم، شو حاسين. مش اذا زعلان او معصب روح على القرنه، او روح انزرب بأوضتك، او ممنوع ما لك ديسير اليوم، او بياكل قتله، او يعني في انه دارج طرائق بشعه مش مقبوله بالتربيه، واللي هي بتخلي الولد يكبت يكبت يكبت، يحط جواته مشاعره، ما يعبر، اخر شيء بيطلع انسان مش متوازن عاطفيا، ومش ناضج عاطفيا. شو بيصير؟ طيب هالابن اللي ما اخذ، او هالولد او هالبنت اللي ما اخذ هالشعور بالاهتمام وبالمحبه وبالامان عند اهله، شو بيعمل؟ اي حدا بيلتقي فيه بالشارع وعطاه الاهتمام بده يسحبه لعنده، مين ما كان يكون. يمكن حدا يخطفه من خلال هالشي هيدا، يمكن وحدة تضحك عليه، واحد يضحك عليها، يمثل انه هو بيحبها، اخر شيء ما يطلع بيحبها، يمثل انها بتحبه ويطلع اخر شيء ما بتحبه. ليه؟ لانني بحاجه لهالشيء. ليه؟ لانه هن ذكائهم العاطفي متدني جدا، ما نموا هالتقدير بالذات، ما فهموا حالهم، ما فهموا مشاعرهم، ما فهموا حاجاتهم، ما قدروا عبروا هن شو بدهم. فهالحاجه هيدي ايش تلبت من برا بيصيروا بيلحقوها. بحسب هيك كمان هلا اوقات الاهل بيبقوا خايفين على اولادهم، مين اصحابهم، شو عم يعملوا، بيسهروا كتير، بيشربوا كتير، يمكن بيتعاطوا مواد، يمكن ما يعني خايفين انه ابنهم او بنتهم كمان يصيروا يتعاطوها. فهيدي هون كتير مهمه هيدي النقطه. صدقيني الاهل اللي بيعطوا كل هالحاجات لاولادهم بيكونوا قراب من اولادهم، ما عندهم هالخوف 100%. اللي عنده الخوف هو الاهل اللي عرفوا او حاسين بجواتهم، حتى لو ما اعترفوا، حاسين انه بمحل معين ان قصروا كتير مع اولادهم. اخر شيء الولد ما بيقعد يرد على اهله 100%. ما في هالكونكشن، ما في هالعلاقه، ما في هالتواصل، ما في هالقرب. بصير الولد ينبش عمين ما كان يحكي له. يمكن اللي يحكي له يطلع حدا بيستغله باشياء كتير، بيصير بيعملوا مروج مخدرات مثلا 100%. ما هي بيعملوا رجل عصابات، بيصير منتسب لحزب مش كتير سوي. هيدا حرام يعني الاهل بحملوا مسؤوليه كتير كبيره. هيدا مش انطلاقا من اليوم للمستقبل، اذا نحن عم نشتغل لمستقبل يعني مشرق. وهيدا على طول بقوله كنت لتلاميذي، على طول تذكروا حالكم هلا، تذكروا، ما تنسوا هاللحظات اللي ما تنسوا هالفتره اللي انتم فيها. ولادكم بالمستقبل انتبهوا انتم شو كانت حاجاتكم، انتبهوا شو بدكم تعلموا اولادكم، شو بدكم تعطوا لاولادكم. كثير مهم. على طول بذكروا. كمان ذكرت شغله وقت اللي كنا عم نحكي عن كيف نكون مواطنين صالحين. كمان حكيتي انه اوقات نحن بنطلع من وراء يمكن تربيتنا، من وراء الانفلونس اللي الميديا بتعملها علينا. كمان رح نرجع نحكي شوي عن البروباغندا بعد شوي. قلتي انه بنطلع ايام ما بنحب الشخص من وراء دينه. هل الدين هو بالفعل سبب اختلاف، ولا مفروض يكون سبب التقاء؟ يعني هنا هون بدي كمان اعطي بارانتيز بس هيك اعطي ملاحظه انه نحن هيدي السنه الدين الاسلامي والمسيحي صاموا مع بعضهم، وحتى المذاهب المسيحية عيدت مع بعضها، وكانوا العيدين رمضان والفطر وإيستر مع بعضهم. يعني قديه السيمبوليك هالسنة لإلنا، خصوصا إنه طالعين من عدوان على بلدنا، على وطننا، على شعبنا. انا هون ما في اقول بعيده عني هونيك ما اسمع. لا، انا بالنسبه لإلي كانت يمكن كل رصاصه عم تنطلق على منطقه من لبنان، حتى يمكن لو ما بعرف عنها واول مره بسمع باسمها، كانت رصاصه عم تنطلق على قلبي. you know so هيدا it's very symbolic لإلي، لنبين للاشخاص يلي بعدهم عندهم هيك distance شوي، او بيعتبروا انه الدين المختلف يمكن شيء بخوف،
انه لا خلينا نعيش هيدا السنة ونخليها تكون كل سنة نكون سوا. فبدي رأيك على هيدا الموضوع، انه كيف انا لازم فكر لا اقدر شوف واقشع انه الدين مفروض يكون سبب التقاء مش سبب اختلاف. 100%. هلا انا اجمالا ما يعني بالنسبة إلي رح بعطيكي بالنسبة إلي الدين ليش انعمل؟ كرمالي يخلي الناس يعيشوا بسلام مع بعضهم، وإلا ما في 100 الله، ما في 100 الله. إذا كل واحد بده يعتبر إنه عنده الله الخاص تبعه وعم بيحارب الله التاني صار شي تاني، بس ما بحس إنه بعد وصلنا لهون. فالدين بالمبدأ هو انعمل كرمال ينظم الحياة بين الناس، هيدا رأيي الخاص. والدين لما يصير بيفرق معناتها في مشكلة، معناتها في مشكلة بالأشخاص اللي عم بيعلموا هيدا الدين، مش بالدين اللي عم بيعلموا بيوصلوا هيدا الدين بطريقة عم بتعبر عن غرائزهم هن تجاه الآخر، إنه هن بيكرهوا شخص بدهم يخلوا كل البشرية تكرهه. لا، هيدا ظلم، هيدا اسمه تعدي على تفكير الآخر، تعدي على حرية الآخر باختيار العلاقات تبعه، الأشخاص اللي بده يحكي هو إياهم. يعني ما في أنا ربي إنسان على الكره، شو بيطلع الإنسان هيدا؟ ما بيطلع شبه إنسان. الحقد بيدمر الإنسان، ما بيدمر الآخر. ليش بيدمر الإنسان؟ لأنه الحقد وقت الإنسان يتعبى حقد المواد اللي بتنفرز بجسمه بتصير سامة. هيدي نعمل له دراسات كتير، باي ذا واي أنا عم بحكي شيء نعمل له دراسات إنه الحقد بخلي الجسم يفرز مواد مسمة للجسم مش للآخر. اوكي، بس هيك عنا المسامحة كمان، برافو عليكي. 100% أنا بسامح لحتى أنا ارتاح. هيديك يعني قد ما أنا دلني معصبة، ما أنا عم بأذي حالي. بينما شعور المحبة بيفرز مادة الأكسيتوسين، هرمون الأكسيتوسين اللي هو بيعطينا فرح، واللي هو بيطلع من خلال العلاقات الحلوة، العلاقات الجيدة، علاقة الأم بابنها ببنتها، هاي العلاقة الطبيعية. بيعطيك الأكسيتوسين، بيعطيك هالفرح. دونك طب شو بنقي أنا؟ يا بدي أفرح يا بدي دلني عم سمم جسمي؟ بكل بساطة هذا صار خيار الإنسان. الدين ما خصه، بس استعمالنا للدين بطريقة مدمرة وتوصيلنا للدين بطريقة مش مزبوطة للناس اللي حوالينا، ونفهمهم إنه أنت إلك حق تكره التاني أو تقتله لأنه مش من دينك، مش مزبوط. ما حدا له حق يقتل حدا، ما حدا له حق أصلا يحكم على حدا. هو اللي خلقنا هو بيحكمنا، نقطة على السطر، ما حدا الله. وكمان هون أنا من وراء العدوان اللي صار على لبنان سنة الماضي، اكشلي بعده عم بصير، يعني ما فينا ننكر. اي موقف صح. بلشت هيك انتبه على شوية similarities بين الدين المسيحي والدين الإسلامي، أو let me put it differently، بين المسيح والحسين. يعني حسيت انه اثنيناتهم بيمشوا على مبدأ انه انا بضحي بنفسي، مهم مزيح عن الخط الصحيح، مهم مزيح عن الحق. ايه هلا انا مش رح اوصل لقصة ضحي بنفسي، انا بستعمل كلمة تانية، هو انه قدام الحق ما في شي بيوقف. exactly. يعني انا اذا تخيرت بين الحق وبين الغلط، حتى لو بدي موت بختار الموت. ايه بختار الحق، لأن اخترت الحق 100%. exactly. يعني ما بتراجع وما بتنازل عن الحق وعن الصح وعن اذا بدي اقول لك الخط الصحيح، حتى لو بدي اضطر موت. عشان هيك بسموها الشاهد عم يشهد لله واحد، يسي للحق، عم يشهد للحق. exactly. الحق اللي exactly. هو الله. ايه هلا في شوية similarities اكيد، يعني كل واحد عنده خصوصيته اكيد يعني. بس هي I think هيدي اهم وحدة لنجرب نقرب بين الاثنين. ايه احتمال، ايه احتمال. ايه هلا في مثلا بعض الناس بتقبلوه وبعض الناس ما بيتقبلوها، نظرا ل كمان الاشياء اللي هن برمجين عليها. exactly. يعني مثلا في عندك بعض الطوائف عندها استعداد انه تكفر الاخر اللي مش من دينها، اللي هن ما لهم حق، لانه الله اللي بيعرف شو في بالقلوب اساسا. عشان هيك انا بقول لك انه الطريقه اللي وصلوا فيها الدين هو المشكله، مش الدين.
الدين من عند الله، الانبياء من عند الله، والله مش كل ساعة بيغير رأيه لأنه منو سويعاتي مثلنا، بس في ناس عملوا الله بيشبههم للأسف الشديد، عملوه على صورتهم، حقود، مجرم، بحب الدم، مش مزبوط. أنا مرة واحد سألته حتى سؤال كتير بسيط، إنه إذا الله هيك الشيطان كيف؟ بدي أعرف. 100% مش بطل مقبول، في فرق يعني. مش مقبول أنت تحط بالله شيء هو مش موجود فيه. طيب بما انه فتنا على موضوع الدين وذكرنا شوي موضوع العدوان على لبنان، انا كمواطنة لبنانية لمين ما كنت انتمي او شو ما كان ديني او طائفتي، كيف بقدر اعرف مين عدوي الحقيقي كمواطنة لبنانية؟ شو يعني عدو؟ شو يعني عدو؟ define عدو. How can we? How can we define enemy؟ طيب خلينا مثلا عدو الإنسان الأساسي مين بالحياة؟ هو الشيطان، مش هو اللي بده إيانا ننزل ما نعمل شيء مزبوط. أوكي، يعني اللي هو بده، ما بده الخير لنا، يعني اللي هو بده ما نكون مناح، اللي بده يدمرنا، اللي بده إيانا نكون فاشلين. طيب إذا طلعتي حواليكي وشفت مين اللي عم بيدمر بهالبلد، مين اللي عم يتعدى على هالبلد له سنين وسنين 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 وسنين، اللي ما بده الجيش يتسلح، اللي ما بده انه الجيش يدافع عن البلد، اللي ما بده انه يكون عنا دولة قوية، اللي عطول من ساعة اللي انزرع بهالمنطقة هيدي وعم يشتغل حتى يدمر الأسس تبع مجتمعنا، ساعتها بتعرف مين هو العدو. بس في أشخاص بيقولوا لك إنه لأ، العدو عنا بلبنان مش برات لبنان. كيف بقدر أنا خليهم يعملوا فرق بين يلي هن مفكرينه عدو ويلي هو العدو المزبوط؟ بدك تشوفي كيف تبرمجوا. نرجع على قصة البرمجة، قصة العقل الباطن، قصة شو حطوا لهم براسهم، شو زرعوا لهم براسهم. طب هيدا أنا ما بلومه قد ما بلوم اللي استعمله، واللي هو عارف إنه عم يستعمله، واللي عارف إنه عم يلعب له بعيارات مخه لحتى ما يخليه يختار بين الصح والغلط بطريقة مزبوطة. هو أمتى أنت بتشوفي بتميزي الصح من الغلط؟ تشوفي الشيء اللي لمصلحتك وين واللي ضد مصلحتك وين. مزبوط ولا؟ طب أنا كمواطنة لبنانية مصلحتي مع لبنان، مصلحتي مع هالبلد ينمى. طب كيف بشتغل له؟ بشتغل على الإنسان فيه، بطور الإنسان فيه، مش بنمي له الحقد جوات قلبه لأنه أنا في عندي مصالح خاصة. هون كمان يعني نحن كمواطنين لبنانيين فينا من دون ما نكون عارفين نكون نحن أعداء وطننا. مزبوط، للأسف. مزبوط. شو الحل؟ أنا بدي حلول. ليكي الحل أنا بقدر أعطي حل، بس ما بعرف قد فينا نطبقه. بتمنى إنه فينا نطبقه، مثل ما قلت لك إنه نحن النقابة طبعا مستشاري ومدربي تطوير الذات عم نشتغل على مشروع تربوي، مؤتمر تربوي كبير كرمال نبلش نفوت على المدارس لحتى يصير في نوع من توعية لهالأمور هيدي، توعية على الذكاء العاطفي، على التواصل اللاعنفي، على الأمور اللي بتهم أي إنسان طبيعي. إذا نبلش نعمل نوع من workshops بكل المناطق، وworkshops تطوع، مش ضروري إنه اللي workshops إنه بدي أخذ مثلا $100 من الشخص لحتى بعد الناس، لا، نعملهم اشياء تطوع، نشوف ناس عن جد متطوعين لخلاص هالبلد هيدا، نجمع هالولاد، نجمع هالعالم، نجمع هالشباب، نفوت على الجامعات، نفوت على المدارس، نفوت على الضيعة، نفوت على المدن، نفوت على المؤسسات لحتى الناس يتعرفوا على بعضهم، لأنه الإنسان من مين بيخاف؟ من اللي ما بيعرفه. 100%. وقت يتعرف عليه الشخص التاني خلص بينكسر هالحاجز. 100% بينكسر، بيشوف انه هيدا مثله مثلك، يا خيي هيدا مثلك، بيفكر مثلك وعنده نفس هواجسك، نفس مشاكلك، نفس مصايبك، نفس قصصك، مثلك، بيفكر مثلك. بتصير كمان تشوفي قد ايه بيشبهك. صح. بكل شيء. بكل شيء.
يمكن خلقان بدين تاني، هو It doesn't matter. خلقان بعائلة. انت لو Yeah. خلقت بنفس العائلة طلعت مثله. 100%. الفكرة يلي طرحتيها كتير حلوة، معقولة تقدروا تطبقوها مع المجالس البلدية الجديدة اللي عم تطلع هلأ إذا الله راد يعني إن شاء الله. الانتخابات إيه أكيد بإذن الله، إن شاء الله بإذن الله. يعني مفروض إنه نبلش قريبا كتير منيح. يعني بإذن الله بإذن الله بإذن الله. إن شاء الله ما بيصير شيء مثل ما صار سنة الماضي، لأن كنا طاحشين من تموز بأول أكتوبر نبلش وإجت الحرب. وهيدا الشيء رح تعملوه على صعيد لبنان ما هيك؟ ولا رح لا تنطلقوا من بلدية معينة أو منطقة معينة؟ بكل لبنان. أوكي. بكل لبنان. وصار في تواصل مع وزارة التربية مثلا بالنسبة لأنه تبقوا تدخلوا هيك مواضيع بالمدرسة، تعملوا لهم تريننج للستودنتس بالمدرسة؟ يعني بلشنا ووقفنا مثل ما قلت لك السنة الماضية. أوكي that's good. بدنا نرجع، أنا قلت لك بدنا نرجع نحكي شوي عن البروباغندا والديسانفورميشن. شو إذا بدك التكنيك يلي يمكن باختصار كل شخص فينا لوحده قادر يطبقها كل ما يكون عم يحضر أخبار أو عم يحضر حيلا محطة تي في، أو يكون عم يسمع شيء على السوشيال ميديا؟ مش ضروري يكون أخبار، يمكن حدا إنفلونسر عم يحكي شيء. فشو التكنيك يلي أنت بتنصحي فيها نقدر كل حدا فينا يطبقها بينه وبين حاله ليشوف إذا هيدا الشيء موثوق ولا مش موثوق، بصدقه ما بصدقه؟ لأنه صراحة البروباغندا بلبنان هي صحيح مرعبة. صار لها زمان وبلشت مع بلشت مع نابليون اكشلي، بس انه بلشنا نسمع فيها وقتها كانت الحرب بين امريكا والسوفيت يونيون، بعدين بين امريكا واليابان، بعدين فاتت على لبنان بألمانيا اكزاكتلي، بعدين فاتت على لبنان وخربت الدنيا، وبعدنا مش عم نعرف نتعلم وما عم نعرف نقاومها. صح، لأنه ما عندنا مناعة، شعبنا ما عنده مناعة للأسف الشديد، لأنه بيتأثر عاطفي، شعبنا انفعالي دغري بيتأثر لأنه الطريقة اللي معتمدينها هي طريقة أخبث طريقة ممكن تكون موجودة على وجه الأرض، اللي هي المتركاج. شو يعني المتركاج؟ رح بعطيك الصورة المضبوطة، كأنك ماسكة مسمار حطيتيه براس الزلمة والشخص عم تدق فيه، عم تطرق ليفوت لجوا، ما عاد في يشيله بالهين، إذا شلتيه بيعمل له مشكلة. أوكي، هيك بتنزرع الفكرة عنا، مش بس عنا بالعالم كله. هيدا اسمه المتركاج ميدياتيك. بياخدوا الشغلة موضوع كل يوم كذا مرة بالنهار، بدلوا يعيدوا لحتى والإنسان إجمالا وقت يكون عم يتفرج على التي في بيكون باسيف، ما بيكون في عنده نوع من الوعي، بيكون عم يتلقى. أوكي، ليه بقول لك سكرين خطيرة؟ بيكون عم يتلقى، ما بيكون عم بيشغل مخ، بيكون معتبر إنه السكرين سلطة، شو ما بتقول مزبوط، بيصدق أول مرة وتاني مرة، كل ما عيدوها كل ما صدق أكتر إنه لو مش مزبوطة ما كان عيدوها 100%. ماشي. القصة وين؟ إنه يبلش يتعلم يسأل ليه عم يحكوا عن هالموضوع بالذات كذا مرة، شو المستفيدين منه، شو مش مستفيدين منه، شو زعجهم هالموضوع، ليه عم بيحرضوا على هالشخص، عم بيعملوا كاركتر اساسينيشن بالميديا، بيعملوا ديفاماسيون. طب هالديفاماسيون ليه اختاروا هالشخص هيدا وبلشوا فيه واحد ورا الثاني، كل يوم صار فيكتيم مثالية، ولدرجة انه خلص الناس اقتنعوا. بس هل يا ترى الشيء اللي مزبوط، الشيء اللي قالوه مزبوط؟ مش عطول. واغلب الاوقات انه مش عطول، وعطول بتلاقي اللي هو المذنب الحقيقي مؤله 100%، مؤله بطريقة مخيفة لدرجة انه ما بيعودوا يسترجوا يقولوا انه هو فاسد او مجرم او قتل بالحرب او عمل مجازر. يخيي ليه هالقد بتخافوا من الحقيقة؟ لانه خلص هيبنوتيزي، منومين مغناطيسيا. هيدي الماس هيبنوسيس اللي بتصير من خلال الميديا، من خلال المتركاج، من خلال الديفاماسيون، من خلال استعمال كلمات معينة، كلمات ايموشنال عاطفية انفعالية لتفوت على المخ. لأني مثلا بيعطيكي ساندويش بطاطا، حطي لها مايونيز وتوم وسلطة مايونيز وكاتشب، بصير أطيب 100%. سو عم بيعملوا هيك. وكمان المشكلة انه حتى وقت اللي نحن بنرجع منصحح
المساج يلي كان actually disinformation، يعني بيطلع مساج غلط، نحن بنصححه. unfortunately الدراسات بيّنت انه العقل ما بيذكر التصحيح، برافو عليك، بيذكر يلي صدقوا اول مرة. برافو عليك. وهيدا اللي عطول بقوله وقت يمرق ديزانفورماسيون، ما تعيدوها، زبلوها، حكوا الحقيقة من دون ما تجيبوا سيرتها لهيديك، لانه اذا رجعنا عاد نحن ما عم نرجع تدافعوا عن نقويها. حالكم، هاجموا، عملوا كنت خطك، خيعطيني دليلك بالارقام. ما تقلي مصادر موثوقه، مصادر موثوقه اصلا ما أنا مصادر، هيدا غلط، هيدا كذب. كل شيء اسمه مصادر موثوقه يعني عم بيكذب، كل شيء اسمه علمت مصادرنا من كذب، كل شيء وعلم ان هذا التجهيل كذب، كل شيء كل شيء بيقولوه جميعنا يعلم هيدا كذب، هيدا التعميم، هيدا الحذف، هيدا التشويه، هيدا بيستعملوه كرمال يفهموا انه هيدا لازم تصدقها. مش مزبوط. وقت يصير الواحد يفهم، يصير الكريتيكال ثينكينج عنده قوي، يعرف انه عم بيسمموا له في افكاره، عم بيسمموا له طريقه تفكيره، هون بيصير يحلل. معلش شلت التلفزيون لانه ما عادش فيه تحملت الكذب، ما عادش فيه تحملت السلبيه اللي عم يحكوا فيها. حسيت انه ضيقت، طفيت التلفزيون، شلته من الكهرباء، حملته بالسياره واخذته على البقاع. ما بدي اياه بقى، ما بدي اشوفه، ما بدي اشوف خلقتهم. هلا فينا نعطي هون تب صغيره، انه في هيك كوت دكتور فينا نعطيه، انه whatever you believe the opposite. فينا نستعملها ونطبقها على كل شيء بنسمعه بالنيوز 100%. هون فينا نقول انه ايه، برافو عليك، هذه فكره كتير حلوه، انه اي شيء بتسمعه فكر بالعكس وشوف يمكن يكون مزبوط، واعطيه وجرب لاقي له evidence، جرب انت اعطيه السبورت له الحاجات، ما هيك الدلائل اللي بتثبت انه تكون مزبوطه. برافو عليك. اذا لقيتها حتى اكثر من هيك، مثلا وقت تكون كان في عنا بصف معين درس عن الديزانفورماسيون، للاسف الشديد وزاره التربيه شالوه، بس انا بقيت درسه. اوكي لسبب لحتى فهمون انه في شيء اسمه مانيبيولاسيون ميدياتيك. تمام. كنت على طول اقول لهم وقت تسمعوا خبريه، الخبريه اكتبوها او اسمعوها وشيلوا منها كل الادجكتيف، كل الصفات اللي محطوطه فيها، كل الكلمات اللي فيها مشاعر او حتى لهجه المذيعه. وقد اجتمع كما تعلمون وتصير تعمل حركات بوجهها انه هي عم تتمسخر، او هي مش عاجبها الموضوع، او هي فلان مش عاجبها، ليه تعطي امبريسيون للمشاهد انه يعمل مثلها، ما هو عم بيشاهدها، ما عم تعمل الفه معه. سول ميرورينج، بنرجع على الميرورينج مره ثانيه، بصير هو بيقرف انه مثل ما هي قرفانه من هيدا، هي عم تعطي هالانتماء، هي مقصد عم تعمله، ما هي جزء من الممثل، جزء تمثيل يعني. الأخبار اللي كانت تنعمل أخبار بالزمانات على تلفزيون لبنان على أيام سعاد قاروت العشة وعلى أيام جابي لطيف وعلى أيام هالمذيعات المحترمات اللي كانوا يعطوا نشرة أخبارية محترمة، لغة مزبوطة، حركات مزبوطة، مش هون بينصبوا المجرور وبيجروا الفاعل وما بعرف شو بيعملوا، يعني بيخلطوا الأمور ببعض، آخر شيء بتطلع مش فهمانة، هي مش فهمانة شو عم تقرأ أصلاً بقى. وهالحركات اللي بتعملها بوجهها او بعيونها او بحواجبها، كمان النيوز قبل كانت مور اوبجكتيف، كانوا بس بيخبرونا شو صار من دون ما كانوا يزرعوا هالسلبيه وهالتشاؤم، بالعكس كانوا الناس كنت تحسيهم من اهل البيت تبعك، تحبيهم. يعني انا وقتها كنت بتذكر انه شوف شي مذيع يا انبسط هذا طالع من التلفزيون، كنت تحبهم، كانوا محترمين 100%. كانوا محترمين. اوكي، انا بعد في عندي شغله واحده بدي احكي عنها يلي هي الكوجنيتيف ديسونانس. يعني هيدي فينا نفوتها كمان بقصه البروباغندا، يعني وقت اللي الشخص بيسمع خبريه هي على ذوقه، حتى لو كانت غلط هي على ذوقه. هون دقرت بالوتر الحساس. سو انا عم بطلب منه يصدق العكس، يعني عم بطلب منه يصدق الخبرية يلي مش على ذوقه. هون بتصير الكوجنيتيف ديسونانس، انه انا مش قادر افكر فيها لانه عقلي مش متقبلها. هو ليش مش متقبلها؟ لانه تربى هيك، لانه هذا اللي زرعوا له. هون شو التب يلي بنعطيهم اياها وقت اللي يحسوا انه لا انا ماني قادر اسمع هيدا الشيء لانه هيدا الشيء مش على ذوقي، هيدا الشيء عكس ايماني ومبادئي اوكي. انا كيف فيي خليهم انه حتى لو انت عقلك عم ببلعت مش قادر يتحمل
كيف فيك تضلك قادر عم تسمع للآخر وتجرب انه انت تعمل كومباريزن بين هالشي اللي مش متقبله والشي اللي انت مآمن فيه لتقدر تلاقي الحقيقة وين بين هالتنين؟ لك صعبة. في ما بعرف إذا سامعة في ويزرد فيرست رول. في الفيرست رول people are stupid they believe what they want to be true. exactly. ايه هون كمان فينا ناخد الكوت اللي بيقول انه انا ما بعمل الأوبينيون تبعيتي بيزد على الفاكتس، انا بشوف شو فكرتي شو بتتناسب معي وبقرر شو الفاكتس على ذوقي. exactly. للاسف الشديد يعني انا ما كتير بحب اقولها هذا الكوت لانه كلمه ستوبد، بس هو الوزد عم بيقولها مش عم بقولها عن لساني انا. انه هن بيصدقوا الشيء اللي بيتمنوا يكون مزبوط وبيعيشوا على اساسه وبيبنوا البلد على اساسه 100%. ما بيعود عندهم قابليه يصدقوا شيء، ما يصدقوا الحقيقه. الحقيقه عم تتزيف وهن عم بيصدقوا التزييف للاسف الشديد. مثل ما قلنا بالاول ما في شيء اسمه حقيقه مطلقه مع حدا. ما حدا بيقدر يدعي انه مالك الحقيقه، لانه نحن قلنا انه الحقيقه هي سيت سفير كل واحد عم يقشع بارتي منها، ونحن 8 مليار بني ادم ما حدا قادر يقشعها كلها من كل الميلات، وحتى مش قادرين نشوف شو في جواتها. ما حدا. فما حدا يدعي انه هو اللي بيفكر فيه هو الصح، لانه ساعتها بيكون عم يفكر غلط، ساعتها اللي عم يفكر فيه هو غلط. بعد عندك شيء تزيديه قبل ما ننهي؟ بتمنى انه هالناس يرجعوا يحبوا بعضهم، لانه المحبه هي اساس للبناء، بس فقط لا غير المحبه ما بيمشي الحال. هي بدها تكون الأساس، وبيجي وراها المسؤولية، بيجي وراها تقدير الذات، بيجي وراها الثقة بالذات بالآخر، بيجي وراها التعاطف، بيجي وراها التواصل البناء والإيجابي. إذا ما في محبة، المحبة هي أنا بسميها الكاتاليزور، هي اللي بتجمع، هي اللي بتجمع الأشياء ببعضها. إذا ما في محبة أي شيء بنعمله بيكون فيك، بيكون مزيف، بيكون مش مزبوط، بيكون مصطنع. ميرسي نيلا. وانا هون بدي كمان ازيد شغله، بما انه باول البودكاست حكيت عن 1982 رح انهي كمان بكيف انتهى الفيلم 1982. انتهى بوسام تيهرب من الحرب وتيهرب من الأنابل والصواريخ اللي كانت عم تنزل على بيروت. تخيل تيغران مثل جراندايزر جاي عم بخلص بيروت وعم يحميها من إذا بدك العدو، مين ما كان هالعدو، إن كان من برا ولا من جوا. نحن بظن كل حدا منا بده نعطي مين يجي يخلصنا ويحمينا. I hope انه بهيدا البودكاست نتعلم انه نحن اللي بنحمي حالنا صح ببعضنا. صح. فان شاء الله على امل انه وقت اللي نعمل بودكاست تاني نكون صرنا يونيفايد باذن الله. ذكرتيني بشغله، انتم عم تعطي هذا اخر مشهد، على فكره هي تكنيك بالNLP، الريكادراج، كتير تكنيك مستعملة وكتير ناس بيخلصوا من هواجسهم والمخاوف تبعهم من خلال هيدي التكنيك اللي مستعملها. ميرسي ستيف. ميرسي لك نيلا، ومعلومات جدا مهمة، وإن شاء الله أنه كل اللي يحضرونا يقدروا يستفيدوا منها ويطبقوها بحياتهم. إن شاء الله.